السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. صباح الخير او مساء الخير انساتي ستاتي. جايلكم النهارده بطريقة عمل الفراخ المحشية في الكيس الحراري في الفرن. جبنا فرخة متوسط 2 كيلو وكام جرام كده، وكوباية رز مصري مغسولة كويس، وتوم مفروم، بابريكا، 7 بهارات، فلفل اسود، ملح، قرنفل، حبيتين بطاطس، حبيتين سوري بصل. ويلا بينا على الطريقة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. معلقة زبدة على النار مع مع شوية زيت صغيرين، ولحد ما يتقطعوا هشوح فيهم البصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شوية زيت زيتون، طريقة سهلة وبسيطة واي حد ممكن يعملها، متاخدش منك وقت. الزبدة بس تسيح وتختلط مع الزيت، هبدأ اضيف البصل، مش شرط تحشيها رز، ممكن تحشيها اي خضار عندك، خضار بالرز، وتقطع عليها الكبد والقوانص، تبقى جميلة برضو. انا النهاردة هضيف الرز واحط عليه جزر، يعلم من قيمتها الغذائية ويبقى لون وطعم. انا لفيت شوحت البصلة وهحط دلوقتي التوم المفروم عليها. دي التكاية بتاعت النهاردة بقى، التوم مع الفراخ او اللحمة بيديها طعم في حتة تانية خالص. هقلب، مش هستنى لحد البصلة ما تتحرق، تاخد معايا لون بس تحمر كده خفيف تصفر. وضفت الفلفل الاسود وهقلبه ببعضه، وهضيف الرز عشان تتشوح معاهم وياخد النفس، ياخد طعم البصل والثوم. لايك يا شباب، كومنت بليز، كومنت حلو كده زيكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد، وريت تشجعوني بكومنت جميل. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده الجزر هقلبه بقى في بعضه لحد ما يختلطوا خالص، وده كمان بيساعد في سوى الفراخ، ما بيخليش فيها دم، ما بيخليش فيها كده، الخضار ده بيخليها تستوي كمان، وبتاخد من طعم الخضار وبتبقى جميله. شايفه اللون؟ ما شاء الله. بقولك حط لايك. شايفه اللون بقى شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك. وهحط لها دلوقتي نص كوبايه ميه، كوبايه شاي ميه، لغايه الرز ما يستوي نص سوا، مش سوا كامل، نص سوا بس، عشان هتكمل سوا في الفراخ في الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زودت لها الميه وهغطي عليها بقى لغايه ما تستوي وتشرب ميتها كده، بس تشرب ميتها، وهرفعها من على النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ده بعد ما استوت وشربت ميتها خلاص، هرفعها من على النار وابدا احشي الفراخ. صلوا على النبي يا حبايبي في الكومنتات، عليه افضل الصلاه والسلام. دي معلقه صلصه مع معلقه زيت عشان ادهن بها وش الفراخ في الاخر، تديها وش مكرمل كده وشكل جميل قوي وطعم.
سميت الله وبدأت احشي، ومش هدب قوي يعني الفرخة عشان ما تطرشقش مني. هي معلقتين جوه وفي الجناب، ولازم اسيب الجلد مبحبح عشان ما تقطعش مني في السوا، لان الجلد بيشد لما بيستوي. لايك يا شباب. يعني هبدأ اعمل توازن كده واوزع الرز في قلب الفرخة. بوزع بالاسباتيولا اصلا من جوه كده، بوزعه كويس عشان خاطر ما يبقاش كله في مكان واحد ويتفجر بعد كده في السوا، فخلي بالك من الحتة دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا بوزع من الرقبة ومن الصدر في الجناب عشان خاطر ما الجلد ما يتفجرش بعد السوا. سواء عندك بقى خلل سنان او عندك عصام بتاعت الشيش تاووك او خيط وفتلة، ممكن تقفلي بها الفرخة بعد الحشو. صلوا على النبي حبايبي عليه الصلاة والسلام. دي ابسط طريقة لحشو الفراخ، احسن من بتاعة المحلات من اللي بتنشري من بره بالشيء الفلاني. انت ممكن تعمليها في بيتك، مش هتكلفك غير حق الفرخة بس، لو مرة واحدة في الاسبوع برز وشوية خضار، هتتغدي او هتتعشي انت وولادك وهيفيد منكم كمان. اللي هيفيد مني من عصاية الشيش طاووق هقطعه، هقسمه دلوقتي عشان خاطر ما يخرمليش الكيس. هبدأ اعوص ادهن الوش. شفتوا انا بلحس المعلقة، هدهن بقى الوش، هيديها لون حلو قوي. اللايك يا شباب، متنسوش اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. شايفه الشكل ما شاء الله اللهم بارك. من قبل ما تدخل الفرن هدخلها بقى في الكيس الحراري على فرن كنت مشغلاه يسخن قبل ما ابدا احشي. وهخرم الكيس الحراري 3-4 تخرام من فوق عشان الكيس ما يتفجرش في الفرن. وكانت دي بسم الله ما شاء الله اول ما طلعت من الفرن شوفي شكلها عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. وكان رز مستوي والله كان جميل بالهنا والشفا. شايفه الشكل، وده كان الشكل النهائي بألف هنا وشفا. يا رب يا رب يكون فيديو خفيف على قلوبكم ويكون استفدتوا منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك وما تنسوش تفعلوا جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة.